امتى يحصل خلع امامي وامتى يحصل خلع خلفي لمفصل الكتف؟ ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. عادة الخلع الامامي لمفصل الكتف بيحصل للناس الرياضيين اللي هم ممكن يكونوا بيلعبوا جيم بس عمل حركة غلط اثناء التمرين، او المريض كان بيهزر مع اصدقائه ومثلا عمل حركة غلط او وقع على كتفه او حصل اي اصابة، وفي الغالب بيكون اتجاه الاصابة دي ان هو في الوضع ده علشان يسمح لي رأس عظمة العضد ان هي تطلع لقدام، فلازم نعمل الحركة دي ان احنا نرجع ايدينا في الوضع ده لورا. اما بقى الخلع الخلفي فده اندر بكتير من الخلع الامامي، وده عادة بيحصل للمرضى اللي هم بيعانوا من نوبات صرع او بيعانوا من تشنجات، وبالتالي لما المريض بيحصل له نوبات الصرع بيقع بطريقة معينة وبيكون كتفه ساعتها لافف لجوه كده، فبالتالي الخلع بيحصل في الاتجاه الخلفي للكتف، وده بيكون نادر جدا لانه عادة لما المريض بيروح الطوارئ ويتعمل له اشعة عادية بنسبة كبيرة بيكون تشخيصه صعب في المرة الاولانية، وبيحتاج يكون حد متخصص في جراحات الكتف علشان يقدر يستخرج من الاشعة دي ان المريض عنده خلع خلفي في مفصل الكتف.